حاجات مش هعملها في فرحي بارت 2. مش هقبل ان حد يجي ببنطلون جينز وكوتشي. الحضور بالملابس الرسميه حاجه بسيطه خالص، اي بدله عندك واي فستان سواريه عندك. فقره السلو دانس، تمام، هي شكلها حلو بس انا مش هعملها. فكره اني طالعه ارقص انا والعريس عشان الناس تتفرج علينا، بالمناسبه ملاش ادنى علاقه بمشاعر الرومانسيه. العريس بيبقى مكسوف جدا، العروسه بتبقى مبلوله، عايزين الفقره دي تخلص باي طريقه، والكلام اللي بيدور بينهم اثناء فقره الرقص ملوش علاقه باللفلفه خالص، هم يتمنوا الفقره تخلص، فملاش داعي خالص. فقره صحاب العروسه وصحاب العريس مجهزين لها اغنيه او محضرين له سكتش، يعني الواحد بيشوف بصراحه حاجات كرهته في الافراح. من فضلكم بلاش، يعني انا لو شفت حاجه زي كده مش هتبقى مفاجاه ساره ابدا بالنسبه لي، وممكن انسحب في اللحظه دي، اقول لهم معلش رايحه التواليت وجايه. واخيرا بقى ارجوكم نتمنى نوما هادئا للاطفال. فكره ان الطفل يعني يجي معاكي الفرح والموضوع يتقلب كيد زون او يتقلب حضانه مش شيك ابدا. انا بشوف ان هي من الحاجات اللي بتعكر صفو اي فرح شيك، بتبوظه. فده يوم سيبيه لماما، سيبيه لخالته، سيبيه لجارتك. قولوا لي يا بنات ايه الحاجات اللي مش هتعملوها في فرحكم؟